السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا احكي يا فنان. النهاردة بنستكمل سلسلة حلقاتنا عن نجوم الظل المنسية في السينما المصرية، والنهاردة حلقتنا عن الفنان حسن البارودي، ممثل مصري من مواليد القاهرة وبالتحديد في 19 نوفمبر سنة 1898. تعليم أمريكاني، يجيد اللغة الإنجليزية كأحد أبنائها، كمان بيجيد التحدث بالفصحى. اختاروا مدرس اللغة العربية ليلقي كلمة أمام سعد زغلول، وفور انتهائه من الخطبة ناداه سعد باشا وقال له: صوتك حسن زي اسمك ومؤثر وقوي ومقنع، لو اشتغلت محامي هتكون بارع وهتكسب القضايا من أول مرة. برغم سعادته بالكلمات دي إلا إن حلم التمثيل فضل يراوده وما فكرش في غيره. المهم حسن ما بيكملش تعليمه فيضطر يشتغل. الإنجليزي نفعه في الأول واشتغل كمترجم ومرشد في شركة توماس للسياحة، وبعدين اشتغل في بيع الطرابيش وحب واحدة هو بيقول إن هي اللي حبته وقالت له إنها معجبة بيه، إنما ارتبط بيها. 7 سنين حب من بعيد لبعيد وجوابات غرامية وغزال عفيف. في الرحلة دي كلها كان البارودي بيحلم بحاجة واحدة بس، يبقى ممثل. راح البارودي يدور على مسرح وانضم لفرقة مسرح متجول، ومنها على فرقة يوسف وهبي كموظف على أمل إنهم يدوله دور مرة. فضل البارودي يحفظ كل الأدوار في كل المسرحيات على أمل إنهم يتزنقوا في أي ممثل مرة فيتزنقوا ويوافقوا عليه، وقد كان. استيفان روستي كان واخد دور في غادة الكاميليا، وفي ليلة اعتذر. مين حافظ يسد مكانه؟ أنا يا أستاذ. طيب اجهز وهي ليلة تفوت ولا حد يموت. وفعلا مفيش حد مات، بل بالعكس اتولد ممثل كبير ونقلوه لدرجة ممثل ب25 جنيه في الشهر وانطلق. آن الأوان بقى إنه ينقل خطوة في علاقته بحبيبته. تعالي نتجوز، موافقة بس بشرط تسيبك من شغلانة المشخصات دي، مش عايزة عيالي يبقى أبوهم كده. طبعا دي كانت نهاية علاقته بيها، وراح اتجوز فنانة هي رفيعة الشال وخلف منها ولد، بس الجوازة ما كملتش وراح اتجوز الشغالة وخلف منها 3 عيال وبعد كل عياله عن سكة التمثيل. قدم البارودي للسينما أكتر من 100 فيلم، منها دوره المميز في فيلم باب الحديد سنة 1958 وجملته الشهيرة: تعالى يا قناوي، تعالى يا ابني، هجوزك هنومة يا قناوي. لكن أشهر أدوار البارودي على الإطلاق كان دور الشيخ الكذاب في فيلم الزوجة التانية سنة 1967، لما حاول إقناع أبو العلا المقهور بتطليق زوجته علشان يتجوزها العمدة. ما تعصلكش يا أبو العلا، انت يا ابني، ده احنا غلابة والله، لما ندن على مدنا محدش هيسمعنا، الأكابر هم اللي بيتسمع كلامهم، يأمروا واحنا اللي ننفذ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا كان رد أبو العلا عليه: يا راجل يا كافر، يا عديم الدين، يا عديم الدين. سجل البارودي للتلفزيون في رمضان برنامج اسمه البنورة المسحورة، وكان من أنجح البرامج وفاز في استطلاع لرأي المشاهدين كأفضل عمل تلفزيوني. وكمان سجل للإذاعة ما يقرب من 540 حلقة من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكان برنامج يومي بيقوم فيه البارودي بدور الأصفهاني، وشارك في البرنامج ده كل ممثلي مصر تقريبا. فضل البارودي يمثل سينما ومسرح، وعينوه في المسرح القومي والدولة ادته جوائز، منها وسام الفنون سنة 1959 وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1962. والحالة مشيت، بس كالعادة البني آدم بقى لما يكبر عينه تقريبا هتروح. الحكماء قالوا لازم تعمل عملية برا مصر. الدولة نفضت ايدها، قالوا له مفيش قدامك غير سومة. أم كلثوم كانت بتعمل صالون ثقافي في بيتها، والبارودي كان واحد من رواد الصالون ده الأساسيين، وهي كانت بتحب تسمع لآرائه، ووصفت صوته بأنه أفضل الأصوات في المجال الفني، ويقدر يغني على المسرح بصوته وتعبيرات وجهه. البارودي عمره ما طلب من أم كلثوم حاجة رغم نفوذها القوي، هو طول الوقت كان فاصل بين دي ودي، إنما ما بدهاش. وفي ظرف 24 ساعة كان البارودي في أوروبا، عمل العملية ورجع، والعملية للأسف ما نجحتش وتقريبا نظره راح، فالدولة استغنت عنه أحلوه على المعاش سنة 1965. فضل البارودي قاوح ومصمم على إنه يقدر يمثل رغم الحالة اللي فيها ويقدر يرجع وظيفته. قعد سنين يحاول يرجعوه وظيفته في وزارة الثقافة، لكن ما أمكنش، إنما اللي أمكن إنه ياخد بعض الأدوار. يوسف شاهين كان بيعزه جدا كممثل وكشخص وكمثقف، وكان بيشغله دايما، وآخر حاجة اداهاله دوره في فيلم العصفور سنة 1972، وده كان آخر دور يعمله البارودي قبل ما
هيرحل سنة 1974 وهو عنده 75 سنة. خلصت حكاية حسن البارودي ومعاها تخلص حلقتنا النهاردة، لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. وقبل ما نختم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، واستنوني ان شاء الله ويوم جديد ونجم جديد وحكاية جديدة. احكي يا فنان.